حبس حبس حبس. قبل ما تقول هاد الكاس ديالنا، قبل ما تقول ان المنتخب المغربي هو اللي غادي يربح، خلينا نهضروا بصراحه. الا كنتي من الناس اللي تيقولوا هذا الكلام، نبغي نوضح لك ان كاس افريقيا ما كيخاف لا من انجازات، لا من تصنيفات، لا من المنتخبات وصلت نصف نهائي المونديال. كاس افريقيا سبق له طيح منتخبات كبيره وبلا رحمه وعندها وزن على مستوى افريقيا. المنتخب المغربي دخل البطوله وهو عينه على اللقب، ولكن الا دخلنا بنفس العقليه ديال راه حنا هما الابطال وحنا هما الاقوياء، راه الاقصاء وقف كيتسنى. ماتش واحد، غلطه واحده، فرصه ضيعه وكتسالي الحكايه. هذا الفيديو ماشي باش نطيح المعنويات، ولكن باش نفيقوا قبل ما يفوت الفوت. غنهضروا بلا حشمه بلا مجامله على الاخطاء اللي الا دارها المنتخب المغربي غادي تخلي حلم الفوز بكاس افريقيا غادي يتحول لكابوس والفرحه الحسره. الا كنتي باغي غير تفاؤل سد هذا الفيديو ونصحك تمشي بحالك، ولكن الا باغي الحقيقه مرحبا بك، حيت كاس افريقيا ما كترحمش. لا، لكن تنتمنى قبل ما نبداو الفيديو ديالنا انكم تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك في حاله كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالنا. دير معك واحد الشيء وخلي شي كومونتير تحفيزي على بركه الله. كاس افريقيا بالمغرب ما بقالوش بزاف وينطلق. هذا الحدث اللي المغاربه كلهم تيتسناوه بفارغ الصبر ومنذ زمن بعيد، وكلهم تيحلموا بالمنتخب ديالهم هو الفائز، وخصوصا من بعد الانجازات اللي حققها المنتخب المغربي وفي جميع الفئات. المنتخب الاولمبي اللي ربح البرونزيه، والمنتخب اقل من 20 سنه اللي ربح كاس العالم، والمنتخب الرديف اللي فاز مؤخرا بكاس العرب واللي شرف الكره المغربيه. هذا الشيء اللي تيرفع السقف ديال الطموحات عند الجمهور وتيخلي المنتخب اقرب للفوز. لكن في افريقيا حتى شي حاجه ما تتكون ثابته ومضمونه، وهنا خاصنا نطرحوا واحد السؤال اللي مهم، واللي هو واش ممكن يتقصى المغرب رغم انه هو الاقوى على الاوراق؟ الجواب الاخوان هو نعم، وهذا ماشي كلامي وانما كلام الناس اللي متخصصين في هذا المجال، الناس اللي عندهم تجربه كبيره في عالم كره القدم. كلهم تيقولوا ان المنتخبات اللي ما كتحترمش هذه المعايير تتقصى من الدور الاول، وهذا الشيء اللي ما تنتمناوش للمنتخب الوطني المغربي. اول حاجه هي الثقه الزايده، وهي العدو رقم واحد واكبر خطر على المنتخب المغربي. هو يدخل البطوله وهو حاس براسو في القمه. في افريقيا الا ما عرفتيش ما كتربحش. ما كاينش شي منتخب صغير، كاين منتخب باغي يعيش اللحظه. اي تهاون، اي ضحك زايد، اي استهانه كتلقى راسك خارج اللعبه. ثانيا الضغط الاعلامي والجماهيري، الجمهور باغي الكاس والاعلام داير عناوين قبل ما تبدا البطوله. ولكن السؤال الحقيقي هو واش اللعيبيه قادرين يتحملوا هذا الضغط؟ لان اول ماتش ما تحققش فيه الفوز العصبيه كتبان وتتصارع وكتزايد والتركيز كيمشي، وكاس افريقيا ما كتسنى حتى شي واحد. ثالثا الفرص الضائعه، تقدر تلعب مزيان احسن ماتش، تقدر تسيطر، ولكن الا ما ضربتيش في الشبكه راه ما درتي والو. الفرص اللي كتضيع في الدور الاول كتخلص ثمنها في الدور الثاني. وكاس افريقيا كتحسن بالاهداف ماشي بالاستحواذ. رابعا اخطاء المدرب. خلينا نهضروا بصراحه، في هذه البطوله اي خطا تكتيكي، اي تاخر في التغييرات، اصرار على اللاعبين اللي ماشي في الفورمه، او الجمود في الخطه وعدم تنوع اللاعب، كلهم اسباب يقدروا يكونوا سبب مباشر في الاقصاء. المدرب خاصو يكون عنده الجرأه، ماشي محافظ بزاف، والركراكي معروف عليه بالتجمد في الخطه. خامسا الدفاع وخصوصا الحارس المرمى. كاس افريقيا ما كتغفرش الاخطاء الدفاعيه، تغلط تخلص، اي تمريره غلطه، شرود ذهني، سوء التمركز، هدف واحد ممكن يسد الماتش كامل. والفرق الافريقيه كتعرف تستغل انصاف الفرص. سادسا المنتخبات اللي كتدافع ب 11 لاعب في اللور. بزاف ديال المنتخبات في افريقيا كتلعب ضد المغرب ب 11 لاعب في اللور وكتستنى الكونتر اتاك غير فرصه باش تماركي. السؤال هو واش عندنا الحلول الا بقات الكره كدور بلا خطوره؟ راه الخطر ممكن يجي من هجمه وحده ويسالي الحلم ديال المنتخب المغربي. سابعا الطراوه والاستعداد البدني. كنا تنعرفوا ان اللاعب
مع المنتخبات الافريقيه تيحتاج القوه وطراوه بدنيه، المغرب محتاج لاستعداد بدني كبير. السؤال هو واش غادي يكون المنتخب في الفورمه ويقدر يلعب بنفس المستوى بجميع المقابلات؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في المستقبل ان شاء الله. ختاما وباش نكونوا واضحين، المنتخب المغربي قادر يربح كاس افريقيا، ولكن يقدر يتقصر الا ما كانش تركيز، تواضع وجرأة. البطوله ما فيهاش اسماء، فيها رجوله كيموتوا على القميص الوطني. الا ما تصلحاتش هاد النقط الحلم ممكن يتكسر في طرف عين. ودابا جا الدور ديالكم باش تقولوا لينا واش ممكن المنتخب يربح كاس افريقيا ويحقق هذا الحلم اللي لطالما تمنيناه.